تخيل تصحى من النوم تلاقي أختك واقفة عند باب أوضتك، عينيها مفتوحة بس مش بتشوفك، جسمها ثابت وعينيها بتتحرك بسرعة كأنها بتبص على حد وراك. اللي حصل بعد كده خلى أهلها يندموا إنهم ملحقوش بدري. اللي هحكيه النهاردة حصل فعلا في بيت عيلة في قرية اسمها ميت الكرماء في الدقهلية. بيت بسيط، عيلة متربية وكل حاجة كانت ماشية طبيعية وزي الفل، لحد ما أميرة بدأت تتغير. أميرة عندها 16 سنة، من وهي صغيرة وهي بنت هادية وملتزمة. في آخر السنة بدأت تعمل حاجات غريبة. في الأول كانت بتتكلم مع نفسها وتحلف إنها بتسمع صوت بيناديها من تحت السرير. أمها افتكرت إنها بتمر بمرحلة مراهقة وبتتأثر بحاجات على النت، لكن في مرة لقوها قاعدة بتبكي في أوضتها بصوت عالي قوي، ولما دخلوا ما كانتش بتبكي، كانت بتضحك ضحكة مش طبيعية، صوتها متغير وكأنها صوت راجل. أبوها جاب شيخ على طول ما استناش، والشيخ أول ما دخل قال لهم البنت دي مش لوحدها، في حاجة ساكنة فيها. بدأ يقرأ قرآن، وأول ما بدأ أميرة بدأت تتشنج، كانت بتقول بصوت مش صوتها: ما تمسكهاش، هي بتاعتي. الشيخ وقف القراءة وقال ده مش مجرد مس، ده كيان عايش معاها من سنين وبيتكلم كأنه اتربى في البيت ده. بعد الجلسة دي الموضوع ما خلص. في ليلة أخوها الكبير شافها واقفة في البلكونة الساعة 3 الفجر، ولما ناداها بصت له وقالت: أنا مش أميرة، هي دلوقتي جوه. ورجعت ودخلت أوضتها وكأن ولا حاجة حصلت. العيلة اضطرت تاخدها لمعالج روحي معروف في القرية اللي هم فيها. قال لهم إن الجن اللي لابسها اسمه سهيل، ودخل جسمها من سن 10 سنين لما كانت بتلعب لوحدها في الجبانة جنب البيت، وساعتها كانت بتتكلم مع ولد صغير. من وقتها وهو معاها بيكبر جواها. الجلسات كملت أكتر من 4 شهور، وفي واحدة من الجلسات الأخيرة أميرة قالت بصوتها الطبيعي فجأة: أنا رجعت. ومن وقتها وهي بقت مش طبيعية. بس كل يوم خميس قبل الفجر بتقعد تبص على باب أوضتها لمدة دقيقة من غير حتى ما ترمش رمشة. أمها بتقول إنها بتسمع خطوات في الطرقة، وكل ما تقول لأميرة سمعتي، أميرة بترد: هو لسه بيجي بس ما بيدخلش.